نشوفوا له فيديو ونرجعوا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوفد الصهيوني المشارك في قمة الاتحاد الأفريقي، قمة دول الأفريقية، تعرض لإهانة ما بعدها إهانة بعد أن تم طرد الوفد المشارك أمام الشاشات وسكيورتي، وجووهم وطردوهم وطلعوهم من هذا المؤتمر. طبعا يعني للأسف هذا الكلام الواحد يسأله، يعني شو اللي دخلهم هذول في الاتحاد الأفريقي؟ طبعا هم داشين كصفة مراقب، يعني مش من الدول، بل داخلين كصفة مراقب، وتم إعطاهم هذه الصفة من أجل حضور هذا المؤتمر. ولكن الموقف المشرف لأهلنا الأبطال في الجزائر، طبعا الجزائر معروفة ب يعني رفضها الشديد للكيان الصهيوني، ورفضهم للتطبيع، وكرههم الشديد لهذا الكيان المغتصب. ومواقف الجزائر طبعا مشرفة دائما في صف إخواننا وأهلنا في فلسطين. اعترضوا أهلنا في الجزائر، اعترضوا على وجود هذا الوفد، كذلك أيضا دولة جنوب أفريقيا. فنتيجة اعتراض الدولتين هذول تم استبعاد وطرد هذا الوفد الإسرائيلي من المشاركة في هذه القمة أعزائي المشاهدين. وهنا لابد أن احنا نشيد بدور أهلنا في الجزائر. لو الكوهينية وبعض المطبعين للأسف كانوا بالعكس رحبوا فيهم ودافعوا عنهم، وفي بعض الدول حتى يمكن ما تكون مطبعة ولا حتى يكون لها أي موقف ولا يكون لها أي دور، فأحيي أهلنا في الجزائر على هذا الموقف المشرف، جزاكم الله خير. كذلك أنا عندي بس جزئية، لا أريد أن أطيل، أنا صراحة حبيت أني أنا أشير إلى هذا الموضوع، ولكن عندي جزئية بسيطة. ترى لا تصدقون الهيلمان الكبير اللي أنتم للأسف كثير من العرب أن إسرائيل أو الكيان الصهيوني يسيطر على العالم ومتحكم في العالم. ترى الكلام هذا مش صحيح إخواني الكرام، الكلام والله هذا مش صحيح. لكن اللي أنا أقول لكم هذا ذكاء، يعني لابد أن نتكلم بالحقيقة حتى لو كان هذا عدونا، لكن هذا ذكاء. سيطرة الصهاينة على الإعلام رقم 1 وعلى البنوك في العالم رقم 2 هم اللي عطاهم هذا الهيلمان انهم والله زعماء العالم وانهم مسيطرين على العالم. هذا الكلام مش صحيح. ترى هذا الكيان قام بهدف التخلص من شرهم، يعني اوروبا الاوروبيين لاجل انه يتخلصون من شر اليهود، تحكمهم في الاقتصاد وتحكمهم في الذهب وانا قلت لكم هذول راعين مشاكل، مره يرفعون الاسهم، مره ينزلون الاسهم لان هم اصحاب الاموال، مره يتحكمون في العقارات. فالاوروبيين خسروا بلاوي وخسروا مليارات في حياتهم بسبب هذا التحكم. فقالوا لهم يا يبا فكونا وطردوهم. يعني الصهيوني الان لما يشوفني يعرف انه ما عاش اليهودي ما عاش في عز وسلام الا لما كان عايش وسط المسلمين. ترى هم عايشين كانوا في اذلال وعنصريه، والى الان الغرب ما يحبهم بسبب مشاكلهم والغدر فعشان شيء انا اقول لكم شوفوا الموقف هذا البسيط اللي صار يدل على ان هذه الدوله من ورق. هم عندهم فقاعه، هم مسيطرين اخواني الكرام على هوليوود. كفايه سيطرتهم على السينما الامريكيه، معظم الممثلين اصلا يهود اخواني الكرام. فسيطرتهم على الاعلام، سيطرتهم على السينما، سيطرتهم على الصحافه وعلى الميديا وعلى القنوات، هذا عطاهم هذا الهيلمان. وطبعا لوبيهم قوي في امريكا، احنا لا ننكر، ولكن بدا يضعف هذا اللوبي في امريكا اخواني الكرام. وكذلك احنا كدول يعني مسلمه ودول عربيه دائما خايفين والله الجيش الاسرائيلي واقوى جيش في المنطقه واقوى، كله كلام فاضي اخواني الكرام. والله يرتعدون من الحجاره، يرتعدون من كلمه الله اكبر. يعني الانتفاضه المباركه اللي قامت سنه 87 واستمرت اتوقع 2 أو 3 أو يمكن 4 ما اتذكر الان. طبعا لم تخمد هذه الانتفاضه بالخونه الخمه اللي بدأوا مؤتمرات مدريد، هذه مؤتمرات السلام، لكن هذا مؤتمر الشيطان اللي كان هدفه اخماد الانتفاضه، اللي خسرت من وراء هذه الانتفاضه، خسرت هذا الكيان المغتصب اسرائيل المسمى اسرائيل، خسروا المليارات وخسروا الجنود وخسروا تعبوا جدا، اقتصادهم تعب.
فأنا بس حبيت أبلغكم أن شوفوا هذه المواقف المشرفة البسيطة لها تأثير. يعني لو احنا فعلا نتكاتف ونتوحد في قراراتنا والله هذا ما يسوى شيء. عموما مبروك الطرد لهذا الكيان المغتصب، وحيي أهلنا في الجزائر، جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم على هذا الموقف المشرف. وبدنا إلى أبرز القصص المتفاعلة خلال الساعات في منصات التواصل. انطلقت القمة 36 للاتحاد الإفريقي السبت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت شعار تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لمدة يومين، وتتضمن قضايا القمة بحث مكافحة تغيير المناخ والتغلب على تحديات الأمن الغذائي وسبل تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية. خلال القمة طرد رجال الأمن وفدا من الكيان الصهيوني، وقالت وسائل إعلام صهيونية إن الطرد جاء بضغط من الجزائر وجنوب إفريقيا. انتشر هذا الفيديو لحظة طرد طبعا هؤلاء من الكيان الصهيوني. نتابع سويا. وسائل إعلام صهيونية ذكرت عن المتحدث باسم خارجية الكيان قوله إنه طبعا الكيان ينظر بجدية إلى الحادث الذي تم طرد فيه نائبة إفريقيا السفيرة شارون بارلي من قاعة الاتحاد الإفريقي. يذكر مشاهدينا أنه في أواخر جويليا من عام 2021 كانت تجري محاولات لمنح الكيان المحتل وضع مراقب في الاتحاد الإفريقي، وتسبب ذلك القرار آنذاك في خلافات عميقة داخل الاتحاد الإفريقي، حيث اعترضت جمهورية جنوب إفريقيا وعدد من الدول في ذلك الوقت على منح الكيان صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، وصفة هذه الخطوة بأنها مروعة، وأنه لا يتفق هذا الأمر مع موقف الاتحاد الإفريقي الرافض بشدة لقتل الفلسطينيين وتدمير بناهم. كان هذا هو فيديو، كنت نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الحب والاحترام والتقدير كامل لكم. تحياتي لكم، الى فيديو قادم. السلام عليكم.